بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. فيديو جديد عليكم سعيد، يا رب كل أيامكم تكون أفضل وأحسن من العيد. حبايبي إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى هقول لكم النهاردة على نصيحة سهلة جدا هتريحك. تمام، وهتدعي لي عليها وهتحطي لي عليها كمان لايك. حضرتك اعتبر اللايك ده في ميزان حسناتك، يعني إن حطيتيها تاخدي حسنات بإذن الله ومش هينقص من حضرتك أي حاجة. بصي يا ست الكل، يا ست الحبايب، انا ممكن اسيح سمنه، زبده يعني اللي هي بتبقى وش اللبن بعد ما بنغليه. وهقول لك على انا نزلت تسيح الزبده ده مرتين عندي على القناه، بس اكتشفت طريقه حلوه جدا جدا جدا. والدتي ربنا يديها الصحه وطولة العمر، قولوا امين، قالت لي عليها. قالت لي يا رحاب، انا شفت طريقتك في تسيح السمنه هي جميله جدا، بس في طريقه اسهل واحسن. قلت لها ايه يا ماما يا ست الكل؟ قالت لي بتجيبي وش اللبن اللي انت سيحتيه او اللي انت كومتيه، حوشتيه يعني، وطبعا بعد ما حطيتيه في الفريزر وحوشتيه بكميه كبيره، بتقومي جايبه الحله بتاعتك وتيجي على النار، وتكون حله تيفال مثلا ما بتلزقش، او حله الومنيوم ممكن تحطي تحتها شياطه، او حله سلستيل وتحط تحتها شياطه، بس الحله التيفال افضل واحسن علشان مش هتخلي القعر بتاع الزبده اللي بنسيحها تتحرق معاكي ولا تعمل ريحه وحشه. والدتي كمان كملت لي وقالت لي انت حطيتيها على النار اهو، بتسيحي بقى كل الكميه اللي حضرتك لميتيها او حوشتيها من الزبده في الفريزر، وبعدين بنعمل فيها ايه بقى؟ بتوطي العين عليها لحد ما تسيح كلها. لازم كل الكميه اللي عندك من الزبده تسيح، ما يبقاش فيه في الحله اي كلاكيع خالص من الزبده بتاعتنا. بتحسي ان هي خلاص بقت عامله زي الميه كده، بتقومي جايه عامله ايه؟ بتقومي جايه طافيه على الحله وتسيبيها تبرد تمام تمام تمام. مثلا هتاخد معاكي حوالي ساعه على ما تبرد ان شاء الله تبارك وتعالى. وبعدين يا ست الكل هتقومي جايه واخده الحله مغطياها بالغطا بتاعها عشان ما ينزلش فيها اي عفار، اي هموش، اي حاجه وحشه ما احناش حابينها يعني. ويا ست الكل هتدخليها في قلب التلاجة بالغطا بتاعها، تسيبها تقعد حوالي ساعة، ساعة ونص لحد ما تتجمد. طيب يا ماما رحاب، خلاص هي اتجمدت، هنعمل فيها ايه؟ هقول لك يا ست الكل هتعمل ايه. هتطلعيها ان شاء الله تبارك وتعالى الحلة بتاعتك من التلاجة، وبتجيبي معلقة نظيفة، وبتقومي جاية من على جنب الحلة، من على جنب الحلة كده، وبتشكي بالمعلقة، بتفتحي جنب كده من الحله، يعني من جنب الحله كده اهو، لو الحله قدامي اهي بنزل المعلقه كده، بفتح حته من الحله كده من جنب الحله، هتبصي تلاقيها طلعت ميه. هي خلاص اتجمدت، السمنه بتاعتنا اتجمدت خلاص في الحله بفعل التلاجة. بس لما بتعملي كده بالمعلقه بتقومي جايه عامله ايه؟ بتقومي جايه يا ست الكل بتطلع معاكي الميه. الميه دي يا ست الكل هتفضيها كلها في قلب طبق او بوله ازاز نظيفه، بس ما ترميش الميه دي. الميه دي هتبقى تحفه جدا جدا معاكي. ممكن حضرتك تعجني بيها معجنات، ممكن تعملي بيها عيش، ممكن تعملي بيها قرص، هيبقى طعمها جميل جدا وممتازه بالميه بس، ما بالك لو عجنت كمان بالزبده اللي حضرتك بتسيحيها. طيب بعد ما اعمل كده يا ماما، خلاص يا ست الكل حطي لي بقى اللايك لو وصلتي معايا لحد هنا، وما تنسليش بالاشتراك واللايك والشير وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله تبارك وتعالى. احنا وصلنا لحد فين يا ماما رحاب؟ فكروني يا حبايبي. خلاص احنا كده فضينا الميه اللي هنعمل منها العيش وهنعمل منها القرص. فاضل عندنا الزبده اللي هي اتجمدت بقى معانا في التلاجة. بنيجي نولع عليها تاني على عين البوتاجاز، وبنوطي لها العين مع التقليب، وبنرمي معانا كميه من الملح على قد مثلا انت مثلا عملتي كيلو من الملح، حطي نص معلقه كبيره. عملتي كيلو من الزبده، حطي نص معلقه كبيره من الملح الناعم بتاع الطعام. ويا ست الكل قلبي كويس بالمعلقه السيليكون، لازم مع التقليب المستمر. مش هتاخد معاكي تسييح السمنه في المرحله ديت اكتر ان شاء الله تبارك وتعالى من نص ساعه. طبعا الفيديوهات اللي انا كنت بعملها كانت بتقعد كتير، بتطول معايا بصراحه،
وكنت بطفي عليها وممكن اكملها تاني يوم، اكملها الصبح. بس الطريقه دي ماما الله يبارك لها قالت لي عليها، عجبتني جدا، وهوريها لكم ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى بعد ما اكون كميه كبيره من وش الزبده واجي اسيحه مع حضراتكم. خلاص يا ست الكل، حضرتك عماله تقلبي اهو. خلاص هي بعد كده هتبص تلاقي الوش بتاعها لما يكون خلاص ما بقاش عليه اي ريم او سوائل بيضه كده، شوائب بيضه، تعرفي ان كده الزبده بتاعتك خلاص بقت مظبوطه وزي الفل. طب نعمل ايه يا ماما مرحبا؟ بعد كده بتجيبي يا ست الكل البرطمان المعقم بتاعك. ازاي بتعقميه؟ طبعا بتغسليه تمام التمام وبتنشفيه بحته فوطه نظيفه من عند حضرتك. وبتيجي على عين البوتاجاز بتولعيها العين الصغيره وبتقلبي البرطمان كده، يعني لو البرطمان بتقلبيه على بقه كده او وشه على عين النار بس من بعيد، وبتكوني مهديه العين بتاعه النار عشان البرطمان ايه ما يفرقعش. انت بس بتدخلي في قلبه البخار بتاع النار كده، يعني بتدخلي شويه الدخان بتاع النار بيعقموه من جوه، بيعقموا البرطمان من جوه. بعد كده بقوم جايبه كرنيب او كبشه او اي اداه او كوبايه او مج، اي اداه عند حضرتك متاحه، وهتفضي بيها السمنه، تعبيها في قلب البرطمان. وبعدين تقومي جايه قافله البرطمان كويس خالص بالغطا بتاعه، وتسيبيها بقى ايه. هي طبعا انت هتفضيها في البرطمان ما تكونش سخنه جامد علشان البرطمان ما يفرقعش. استني عليها لما تبرد حوالي مثلا ايه نص ساعه. خلاص ممكن تلاقيها ايه بردت، مش بتحرق البرطمان ولا حاجه. يعني تيجي تحطي ايدك عليها كده على الحله، تبصي تلاقي الحله ايه بارده معاكي، وتمسكي الحله بعد ما بردت وتقومي مفضيها فين؟ في قلب البرطمان زي ما قلنا بنفس الطريقه اللي عملناها، وتغطي الغطا كويس جدا وتدخليه بقى في التلاجة. عايزه تسيبيه عندك على الرخامه بتاعه المطبخ في اي مكان فيه تهويه ماشي، مش مشكله. عايز تحطيه في التلاجة، الافضل بقى ان انت بتحطيه في التلاجة. ليه؟ لان حضرتك هتيجي تاخدي منه بالمعلقه اثناء عمايل مثلا رز معمر، اي تسيح، اي حاجه حضرتك عايز تعملي بيض مقلي بالزبده دي بتبقى تحفه وروعه وجميله جدا ما شاء الله تبارك وتعالى. بتاخدي بالمعلقه. طبعا المعلقه ممكن تسيب اي اثر يدخل بكتيريا جوه البرطمان، فحضرتك بتدخلي بقى البرطمان احسن في التلاجة وبتاخدي منه كل ما حضرتك بتيجي محتاجه يعني تاخدي منه اي معلقه من الزبده. بس كده، هي كانت دي كل المعلومه اللي عجبتني وحبيت ان انا اقولها لحضراتكم علشان خاطر تسهل عليكم زي انا ما سهلت على نفسي. ان عجبك الفيديو لحد هنا ما تنسيش بالاشتراك واللايك والشير وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك مني ان شاء الله تبارك وتعالى كل جديد، واشوفكم على خير باذن الله تبارك وتعالى. ما تنسيش اللايك يا ست الكل، اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. وشوفوا لو حضراتكم عايزين اي حاجه اعملها لكم باذن الله، وقولوا لي هل طريقه ان انا طالعه بوشي دي كويسه ولا ارجع تصويري زي الاول. انا طبيعي هعمل تصوير كده وتصوير كده ان شاء الله تبارك وتعالى. طبعا انا كنت لابسه مرياله المطبخ اهي، كنت لسه هقوم اغسل المواعين، بس قلت اقول لحضراتكم الاول على المعلومه الكويسه دي. واشوفكم على خير تبارك وتعالى، اشوفكم على خير ان شاء الله تبارك وتعالى. حبايب قلبي، اوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وقراءه القران، ولو ايه واحده فقط في اليوم لكن مع تدبرها وفهمها على مراد الله تبارك وتعالى، وتنفيذها والعمل بيها على مراد الله تبارك وتعالى. واشوفكم على خير ان شاء الله تبارك وتعالى، وشكرا جزيلا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله تبارك وتعالى وبركاته. مع السلامه حبايب قلبي، مع السلامه.